الاهلي بيفوز على زد بنتيجه 1-0 وبيحقق العلامه الكامله في الدوري المصري 6 نقاط من لقاءين، ولكن الحقيقه المباراه دي من نوعيه المباريات اللي مش بتحبها الجماهير لانه فوز بدون اداء مقنع، ولكن هو فوز مهم للنادي الاهلي والمارسيل كولر، لان زي ما احنا عارفين في نظام الدوري الجديد اللقاءات اقل من المواسم السابقه، يعني كل فريق هيلعب 25 لقاء فقط مكان 34 مباراه في المواسم السابقه، وبالتالي كل نقطه وليها اهميتها في هذا الموسم. الدور الاول كل فرقه هتلعب 17 مباراه، الدور الثاني هتقسم لمجموعتين، 9 فرق الاوائل هيتنافسوا على اللقب والتسع فرق اللي بعد كده هيتنافسوا على الهبوط، وكل فرقه هتكمل بعدد النقاط اللي خدتها في الدور الاول، وبالتالي كل نقطه مهمه، وبالتالي ده مبرر بتاع مارسيل كولر ان انا حتى لو ما اديتش اداء كويس لازم اكسب ولازم احقق الثلاث نقاط، ولكن ده مش مبرر مقبول بالنسبه لجماهير الاهلي اللي شايفه ان الاهلي عنده سكواد قوي جدا يمكنه ان هو يعمل روتيشن ويغير اللعيبه كل لقاء ويعمل اداء كويس كل لقاء. مارسيل كولر لعب النهارده بتشكيل فيه تغييرين عن اخر تشكيل لعبه قدام سيراميكا كليوباترا. التغيير الاول كان في مركز الظهير الايمن وهو مشاركه عمر كمال عبد الواحد مكان اكرم توفيق، وهو تغيير مفهوم بالنسبه لنا يعني نظرا للروتيشن والمداوره تجنبا للاصابات، وان كنت اشوف ان اللقاء كان يتحمل روتيشن اكبر من كده وعدد لاعبين للمداوره اكبر من كده، خاصه ان لعيبه الاهلي اغلبها خرج مصاب، شفنا رامي ربيعه خرج مصاب، امام عاشور خرج مصاب، كمان حسين الشحات في اخر اللقاء وقع على الارض واستبدل ببيرسي تاو، فشوف ان انت كان ممكن تعمل روتيشن بطريقه اكبر من كده. اللعيب الوحيد اللي معذور ان هو ما عملش مداوره معاه وهو رامي ربيعه، لان هو اللاعب الاساسي اللي بيعتمد عليه دلوقتي في خط الدفاع، خاصه في ظل غياب ياسر ابراهيم واشرف داري، ولكن كان ممكن امام عاشور يستبدل بقفشه، خاصه ان قفشه عامل مباريات كبيره الفتره الماضيه، كان ممكن كمان تريح حسين الشحات وتدي فرصه لرضا سليم او بيرسي تاو اللي ما بيلعبش كتير الفتره الماضيه، ولكن اصرار كولر ان هو يلاعب نفس اللعيبه ادى ان اغلب اللعيبه خرجت مصابه النهارده. التغيير الثاني واللي اشوفه منطقي وهو مشاركه خالد عبد الفتاح مكان يوسف ايمن في ظل الاداء السيء اللي شفناه من يوسف ايمن في اللقاء اللي فات، وشفنا قد ايه كان مهزوز، وهنا لازم نحيي خالد عبد الفتاح اللي لو قعد على دكه الاحتياطي شهر او 2 او سنه بينزل يأدي كويس جدا في اي مركز يطلبه منه مارسيل كولر، يعني باك يمين شغال، باك شمال شغال، كمان في المساك بيأدي كويس جدا، ودي نوعيه اللعيبه اللي لازم الفرق الكبيره اللي زي الاهلي تقتنيها، لان اللعيبه دي اللي بتلعب اكتر من مركز بتحل لك المشاكل داخل الملعب. وبالنسبه ليوسف ايمن واضح ان احنا مش هنشوفه الفتره الجايه، خاصه في الفتره القريبه اللي جايه في تشكيل النادي الاهلي، لان كمان لما شفنا رامي ربيعه اتصاب وخرج نزل عمرو السوليه مكان منه ورجع احمد نبيل كوكا لاعب مساك، وده يبين لنا قد ايه مارسيل كولر مش واثق في اداء يوسف ايمن. الاهلي بدا اللقاء باستراتيجيته الفعاله جدا اللي بانتهاجها في المطوشه اللي فاتت، وهي الضغط العنيف على دفاعات الخصم في اول ربع ساعه واحراز هدف مبكر يسهل لهم اللقاء، وده بالفعل اللي حصل النهارده من خلال طاهر محمد طاهر لما احرز هدف اللقاء الاول للاهلي في الدقيقه 11، وهنرجع لطاهر وتالق طاهر كمان شويه، ولكن هنا استراتيجيه الاهلي انا اشوفها منقوصه، لان انت عشان تأدي الاستراتيجيه دي لازم تجيب هدف واثنين تطمن بيها الفرقه، ولو المدرب عايز يعمل روتيشن يريح اللعيبه مثلا في الشوط الثاني تسمح له يعمل كده، لانه هيكون اطمن بصفه نسبيه على النتيجه. ولكن الاهلي بعد ما احرز الهدف الاول رجع للدفاع، بدا يباصي باصات ملهاش اي لازمه، وده ادى فرصه لنادي زد ان هو يمسك كره ويشكل بعض الخطوره على مرمى النادي الاهلي، يعني شفنا ميس باص من الشناوي راحت لعبد الرحمن البنوبي اللي ما قدرش ان هو يستغلها وسدد تسديده خارج المرمى، شفنا كمان ميس باص من عمر كمال عبد الواحد راحت لنفس اللاعب عبد الرحمن البنوبي ولكن برضه ما قدرش يستغلها، فرصه من دول لو كان استغلهم عبد الرحمن البنوبي الاستغلال الامثل كان ممكن يحرز هدف التعادل لزد ويصعب عليه اللقاء، ولكن كل اللي احنا بنقوله ده كان ممكن يتطبق عملي فعلا والاهلي يحقق الاستراتيجيه دي ويسجل الهدف الثاني لو تمكن يحيى عطيه الله من احراز الهدف من الفاول الرائع اللي لعبه في الدقيقه 36، ولكن عرضه علي لطفي رجعتها، وهنا نقدر نقول ان يحيى عطيه الله بيأدي اداء كويس جدا وبيديك حلول مختلفه، يعني مش بس بيعمل اسيستات او ان هو بيرفع كرات من الناحيه الشمال، لا كمان هو متميز في الضربات الثابته اللي ممكن يخلص لك بيها اي لقاء. وده يجرنا لنقطه مهمه وهي مستوى المحترفين في النادي الاهلي. انت عندك النهارده في اللقاء محترف وعيد اللي بيلعب وهو يحيى عطيه الله، وعندك 2 محترفين على الدكه بره سواء رضا سليم او بيرسي تاو، ولكن ده مش مستوى المحترفين اللي احنا بنأمله في النادي الاهلي او اي نادي مصري. انت عشان تجيب محترفين من بره وتديها بالدولار لازم يكونوا مؤثرين في اداء الفريق ولازم يكونوا احسن من اللعيبه اللي عندك، انما هجيب محترفين من بره وياخدوا مكان في القايمه وياخدوا مرتب بالدولار ويأدوا اداء زي المصريين او اقل، يبقى ملوش لازمه اعتمد على اللعيبه المصريه وادي فرصه للعيبه المصريه افضل. نرجع نتكلم عن تألق طاهر محمد طاهر مش بس في هذا اللقاء واستحقاقه
ترشحه للقب رجل المباراة، ولكن كمان عن اللقاءات الماضية سواء بإحرازه للأهداف أو بالأسيستات أو بالمساندة الدفاعية للاعبي خط الوسط. الصراحة طاهر محمد طاهر احرج كل الناس بمستواه. كل الناس كانت بتنتقد طاهر محمد طاهر على ادائه الهجومي وبتقول ان هو ملوش اداء مؤثر مع الفريق، ولكن قدر بشغله وباجتهاده طاهر محمد طاهر انه يحجز مكان اساسي في النادي الاهلي ويقعد بيرسي تاو المحترف احتياطي. وشفنا قد ايه مدى التحول. طاهر محمد طاهر اللي كان بيبكي على دكة الاحتياط الموسم الماضي من قلة المشاركة، السنة دي بيحجز مكان اساسي وبيبقى اللاعب اللي بيرتكن عليه النادي الاهلي واللي بتثق فيه الجماهير انه كل ماتش يا اما يعمل اسيست يا اما يسجل هدف. الحقيقه طاهر محمد طاهر بيقدم رساله كبيره جدا لكل الشباب وكل لعيبه الكوره ان انت ما تدعيش المظلوميه، ما تقولش المدرب بيضطهدني، المدرب مش عايزني العب، لا انت بتمرينك وبجدك واجتهادك تقدر تحجز مكان وتقدر تحرج الناس كلها. ونشوف طاهر محمد طاهر اكيد مع المنتخب الفتره اللي جايه. خلص الشوط الاول متقدم الاهلي 1-0، وفي الشوط الثاني ما اختلفش كتير عن اداء الشوط الاول، بل كان اسوأ بالنسبه للاهلي. يعني لعيبه الاهلي تحس انها عايزه اللقاء يخرج كده. لعيبه زد غريبه انها الناحيه الثانيه كمان ما كانش عندهم اصرار للفوز، ما شفناش هجمات خطيره من لعيبه نادي زد. تحس ان لعيبه زد كانت متكتفه في الملعب، مش قادره تبني هجمات، مش قادره ان هي تروح للجون النادي الاهلي. كمان تحس ان هم كانوا راضيين بالنتيجه، يعني ما فيش اصرار، ما فيش هجمات خطيره على مرمى النادي الاهلي، سواء عبد الرحمن البنوبي او زيكو او مصطفى سعد ميسي او احمد عادل ميسي لما نزل، ما شفناش منهم الخطوره الكبيره على مرمى النادي الاهلي. زي ما قلنا ان الاستراتيجيه اللي لعب بيها النادي الاهلي النهارده وارتكانه للهدف وان هو كان عايز يطلع اللقاء ب1-0 كان فيها خطوره كبيره جدا، واشوفها كانت ريسك على النادي الاهلي، لان كان في كره في الدقيقه حاجه و80 كان فيها احتماليه ضربه جزاء، يعني الكره فيها وعليها، وان كنت اميل انها تتحسب ضربه جزاء ولكن الحكم لم يحتسبها. لو الحكم كان احتسبها وسجلها لعيبه نادي زد كان صعب جدا ترجع للقاء، لان كان يبقى فاضل دقائق معدوده وكده تبقى خسرت ال3 نقط اللي بترتكن عليهم. ونرجع للروتيشن اللي قلنا عليه في الاول، انت لو بدات بلعيبه او على الاقل في بدايه الشوط الثاني لعبت قفشه، لعبت رضا سليم، لعبت اللعيبه اللي عايزه تثبت نفسها دي، كان هيبقى في حماس اكتر في الملعب، كان هيبقى في اصرار اكتر من اللعيبه انها تحرز اهداف وتثبت نفسها، وده كان هيجي بالنفع على النادي الاهلي، وكان ممكن نشوف هدف ثاني وثالث للنادي الاهلي. اللعيب كمان اللي لازم نهمس له في ودنه ونقول له ركز شويه يا نجم، وهو كهربا بصراحه اداؤه غريب جدا. يعني شفناه نزل في ماتش النهارده فاقد للياقه البدنيه، فاقد المهارات اللي كان بيتمتع بيها كهربا، 1 ضد 1 ما بيعرفش يعدي. واشوف كمان ان لازم كهربا يركز مع نفسه شويه، يعني بطل ان هو يعتمد المظلوميه ويقول انا مارسيل كولر مش بيلاعبني، مارسيل كولر مش بيديني فرصه. لا، عندك طاهر محمد طاهر خير دليل. السنه اللي فاتت كان بيبكي على الدكه من قله المشاركه، السنه دي بمجهوده فرض نفسه اساسي على الفريق وهو اللي بيكسب الفريق في اغلب المباريات. اشوف ان كهربا لازم يركز شويه، لان كهربا موهبه كبيره جدا سواء للاهلي او للمنتخب. من الحاجات برضو اللي لازم نحيي عليها مارسيل كولر وهو التشكيل اللي بيلعب بيه في خط الوسط، وهو مروان عطيه في مركز 6 اللي بيغطي ورا خط الوسط كله وعامل زي القشاش بيفسد اي هجمات على النادي الاهلي، والاثنين 8 كوكا وامام عاشور بيوصلوا الكره بسلاسه للجانب الهجومي. وخير دليل على كده الباصه الرائعه اللي عملها احمد نبيل كوكا لطاهر محمد طاهر في الهدف الاول. لو كان اكرم توفيق هو اللي لسه بيلعب في مركز 8 ما اعتقدش كان يقدر يعمل نفس الباصه بنفس الاتقان، وده نحيي عليه مارسيل كولر لما حس ان هو بيطلب ادوار مش بتاعه اكرم توفيق رجعه لمركزه اللي بيجيد فيه اكتر وهو مركز الظهير الايمن، او يقدر يلعب 6 مكان مروان عطيه ويبقى دستروير، لان اكرم توفيق من اكتر اللعيبه اللي في مصر دسترويرز ويقدر يفسد الهجمات ويقدر يفتك الكوره، فهو مكانه مش 8، يعني انت هتلعبه 6 مكان مروان عطيه، يا اما لو عايز تستفيد بيه هو ومروان عطيه تلعبه باك يمين زي ما عمل في الماتشات اللي فاتت. في النهاية قدر مارسيل كولر يخرج باللي هو عايزه من لقاء النهارده وهو ال3 نقاط وبأقل مجهود على لاعبي النادي الاهلي. نتمنى الماتش الجاي ان شاء الله في الدوري المصري تبقى اكثر اثارة ويرجع الدوري المصري الدوري رقم 1 في العرب وافريقيا. اشوفكم على الف خير. كده حلقتنا خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.